فالعالم الرقمي ديال اليوم كاينين بيبان ما خاصناش نحلوها ابدا. اليوم غادي نهضروا على واحد من اخطر هاد البيبان وكيفاش نخليوه مسدود ومزير. يلا تخيل راسك جالس في قهوه مرتاح مع راسك وشاد تليفونك وشويه كيوصلك ميساج في واتساب زعما من البنكه ديالك. الميساج كيقول الحساب ديالك تبلوكا ورك هنا باش تحل المشكل دغيا. كتحس بالخلعه وبلا ما تشعر صبعك كيمشي نيشان داك اللين الزرق. ولكن بلاتي واحد دقيقة، واش وقفتي تسول راسك هاد السؤال المهم؟ واش هاد الميساج بصح من البنكة ولا غير فخ متقن تصاوب ليك بعناية باش طيح فيه؟ اوكي، يلا نتعمقوا شويه في هاد الشيء. هاد الحيله عندها سميه معروفه بالفيشينغ او الصيد الالكتروني. يلا نفهموا مجموعين كيفاش كيخدم هاد الفخ. القضيه بسيطه لواحد الدرجه كتخلع. يعني الهاكر كيتنكر كيلبس الكوستيم ديال شي واحد كتثق فيه بحال البنكه مثلا، غير باش يقنعك تعطيه الصاروت ديال دارك الرقميه بيديك، وهاد الصاروت راه هو الكود السري ديالك او المعلومات الشخصيه ديالك. وملي كتورك على داك اللين تما فين كتبدا الخدعه بصح. كتدخل لواحد الصفحه كتبان لك هي الموقع ديال البنكه 100%، ولكن في الحقيقه هي غير واجهه مزوره مصاوبه خصيصا باش تسرق لك معلوماتك وتصيفط للشفار في البلاصه. ولكن ما كاين لاش الخوف، الحمايه ساهله اكثر مما كنصوروا. دابا يلا نشوفوا كيفاش نقدروا نبنيو واحد السورس صحيح على راسنا غير بشي قواعد بساط وفعالين بزاف. الخبر الزوين هو ان الحمايه كلها كتعتمد على 3 ديال القواعد الذهبيه. صافي يلا عقلنا عليهم مزيان غادي نكونوا ديما في الامان. يلا القاعده الاولى وهي اهم وحده، البنكه عمرها، وانا كنعاودها، عمرها تطلب منك معلوماتك السريه في ميساج او واتساب ابدا. ثانيا رد البال مزيان للتفاصيل ديال اللين قبل ما تورك. بزاف ديال المرات تما فين كتلقى الجواب، اي حرف زايد ناقص او مبدل هذه علامه خطر واضحه. واخيرا القاعده الثالثه وهي السلاح النفسي ديالك، فكر قبل ما تورك. النصابه كيعتمدوا على الخلعه والزربه باش يخليونا ما نفكروش. سول راسك واش هادشي اللي في الميساج منطقي ولا غير كيحاول يزرب عليا. في الاخر الحمايه ماشي هي غير برامج معقده ديال الحمايه من الفيروسات، لا، السلاح اللي عندنا كاملين واقوى سلاح هو شي حاجه ابسط من داكشي كامل. في النهايه الوعي ديالنا والانتباه ديالنا هما خط الدفاع الاول والاهم. ملي كنكونوا فايقين وكنفكروا قبل ما نديروا اي حاجه كنحميو فلوسنا ومعلوماتنا بواحد الشكل اللي هو فعال بزاف. خليك واعي وحافظ على الامان ديالك. كان معكم كرام الحسن، الخبير في الامن السيبراني، هو اللي صوب المضمون ديال هذا الشرح، اما الصوت فكان من الذكاء الاصطناعي. شكرا على المتابعه.